مساء الفل عليكم يا اساطير، انا نور وبقدم لكم ملخصات الانمي. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمني باشتراك في القناه وتدينا اللايك الجميل للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللي ما شافش الحلقه اللي فاتت ينزل يتفرج عليها. وبفكركم بالحلقه اللي فاتت ظهور طقم الكوميديا والمقالب، وانهم بيتنمروا على شيمورا وفريقه وعايزين يتعاركوا معاه ويستغلوه في انهم يعملوا فيديو على القناه بتاعتهم. وفريق الكوميديا ده بيوصل لبومي الاكس بتاعت شيمورا، وشيمورا ما بيلاقيش حل غير انه يتفق مع رومي في انه يوقعهم، وكل ده يكون في بث مباشر على موبايل شيمورا. تخلص الحلقه اللي فاتت على ان شيمورا بتضيع منه فردة جزمته قدام فريق الكوميديا، وبيقول يا لهوي انا هجيبها ازاي، انا شكلي بقى وحش خالص. وبيكون شيمورا داخل في عركه وبيكون برجل ورجل حافي، وبيقول شيمورا ما فيش حد في نفس وقعتي وضعفي، ده ربنا يستر عليا. وشيمورا بيجري وكانوا وراه بيصوروا كفيديو بث مباشر، وفريق الكوميديا وراهم طبعا، وبيكون شيمورا قدامه 2، ودي بتكون اول مره شيمورا يقاتل فيها من غير ما يعتمد على اي فيديو من فيديوهات القتال، وشكله هيطحن طحن. وشيمورا بيقول يا ليله سودا ومش معديه، مين هيطحن ناو؟ وبيدخل فعلا المعركه وبيقول انا مش حافظ الا حركه ولا حركتين اصلا، وبيكون المكان متلبش ويعتبر اتقبض عليه. وبيقول ازاي اضرب من غير ما اتاذى، وبيضرب واحد منهم ضربه في رجليه. وبيقول شيمورا لنفسه يا ولاد انا بقيت اتقدم خالص، بقيت اعرف حتى اضرب ضربه واحده. وفريق الكوميديا بيتريق عليه وبيقولوا عليه عامل زي الدوده، ولما نشوف اخرتها معاه هيوصل لايه، يعرف يخلص عليهم ولا هم يخلصوا عليه. وشيمورا بيقول شكل الضربه مش شغاله ولا ايه. وكل ده طبعا بيكون بث مباشر، يعني الناس عماله تتفرج عليه، حتى زمايله في المدرسه بيتفرجوا عليه. واحد منهم بيقول ايه اللي بيعمله شيمورا ده، دي ضربه جمبري مش ضربه واحد مقاتل، ده كده بيضر نفسه اصلا. وواحد من زمايله بيرد بيقول ده شكله مش متدرب اصلا. وبيرد عليهم اللي فاهم في القتال وبيقول لهم تقدروا تلعبوا بس ما تقدروش ان انتوا تمارسوا اللعبه دي، يعني تعرف تعمل 10,000 ضربه في شهر واحد؟ فبيرد عليه زميله بيقول له ايه ده، ايه كل الضرب ده كله في شهر واحد؟ اكيد لا. وبيستغربوا فعلا من ان كل التمرين ده بيكون في وقت واحد، وان دي حاجه اعجازيه بالنسبه لهم. وبيقول لهم كمان مش بس كده، ده الشخص العادي ما بيعرفش يتحرك بعد ما بيتضرب الضرب ده كله، رجله بتقف. وفريق الكوميديا الاتنين ما بيقدروش يتحركوا وبيشوفوه كانه غوريلا مرعبه بالنسبه لهم. ويا ويلك يا سواد ليلك. وشيمورا بيحس ان في حاجه غلط وخايف وقلبه عمال ينبض، وبيقول فينك يا امي، بس انا قلبي مش بينبض عشان بحب ولكن بسبب الخوف. ورجليه عماله ترتجف وهيموت من الرعب، وبيحس ان هو خلاص دي اخر لحظه في عمره. وبيقول انا مش عارف اعمل ايه بعد كده، هي دي الضربه اللي انا حافظها. والادرينالين عمال يعلى في جسمه ومش عارف يسيطر على اعصابه ولا ايده ولا رجله. وبتحضر لينا علشان توقفهم في الضرب ده، وبتقول لهم لا انتوا مش كلكم على واحد بس، وبتحاول توقف الموقف عشان تنقذ شيمورا منهم. ولينا بتقول لهم كلكم على واحد، انتوا كده مش جدعين. وكل ده طبعا بيكون في البث المباشر، ولكن اللي بيحصل لشيمورا غير عادي، وبيكون مبسوط جدا وجواه احساس غريب قوي، وبيكون مستمتع جدا. وبيقول انا ضربت ضربه واحده جوايا حماس يخليني اضرب الكل 100 ضربه، انا خايف في نفس الوقت ومش قادر يطلع كل مشاعره دي لاصحابه او فريقه. ويقول لنفسه هم اتجننوا ولا ايه. واصحابه كانكو ولينا بينبسطوا قوي وبصوت عالي بيقولوا له ان الفيديو بس المباشر خلص، وشيمورا بيكون في وضع غيرهم خالص. وبيكون مقطع رومي وفريق الكوميديا وشيمورا والعركه اللي حصلت بيحصل على 2,300,000 مشاهده في اسبوع واحد. اما طقم الكوميديا بيقدموا اعتذارهم وبيقولوا احنا ما بقيناش طقم الكوميديا خلاص، احنا بقينا طقم الاعتذار. ووقفوا قناتهم بسبب الهجمات اللي هم بيعملوها على الناس، وبتكون مضره للناس طبعا نفسيا وجسديا. ولينا بتكون مبسوطه قوي من نفسها وبتدي نفسها 10 من 10 ونجمه. ولكن طقم الكوميديا بيمشي منكسر الراس وبيقول هم حصلوا على اللي هم عايزينه يعني، او يستحقوه بمعنى اصح، احنا كده مش هنسكت. ووصلت قناه شيمورا ل 210,000 مشترك، وافتكر ان كل حاجه رجعت لوضعها. اما بومي الاكس بتاعت شيمورا بترجع متاخر وبتقول انا خايفه جدا وانا ماشيه في الطريق ده لوحدي. وشيمورا بيبعت لها رساله على الموبايل بتاعها وبيقول لها لا انتي مروحه متاخر ليه؟ بتقول له انا كنت في شيفت متاخر، وهي بتكون مروحه في نص الليل. وبيقول لها انا حاسس ان في حد بيلحقك او حد وراكي وهاجي اوصلك لكل يوم للبيت. بيطلع شهم حبتين. وبومي بتقول لشيمورا انا بخير ما تقلقش. وفجاه بومي بتخبط في كرش واحد اللي هو مانجي هوانج، الراجل اللي بيتصدر لها كل شويه بعد الشغل، وهو يوتيوبر بس يوتيوبر على قده حبتين، قناته فيها يا دوب كام مشترك. اما بومي بتخاف منه جدا وبيقول لها ما تقلقيش يا حلوه. وبيظهر موانج صاحبها وبيقول
لها هو ده الراجل اللي بيغلس عليكي كل يوم. ومانج بيمسك موانج من رقبته، اما موانج بيحاول يحرك جسمه علشان يشتت تفكيره، وبيفكر في طرق القتال ازاي يخلي خصمه يقاتل وازاي يتغلب على خصمه كأنه مقاتل محترف. وبومي واقفة من بعيد ومش عارفة تعمل ايه. وموانج معروف عنه انه مقاتل في الفنون القتال المختلطة، ولما بيلاقي مانج عامل زي الخنزير بيقاتله بقوة وحشية وخلاص، موانج بيقول له مادام انت كده ما عندكش اي معرفة عن القتال مش هناقشك في حاجة وهبتدي اقاتلك بس. ومانج طبعا يا قاتل يا مقتول. وبيلاقي شيمورا جاي يجري زي الاهبل من بعيد وكان مراقب طريق بومي، ولما لقاها مش بترد دخل على طول يجري في نفس المكان اللي هي فيه. ومانج مسكه من رقبته وهو مش عارف بيكلم مين. ومانج بيقول له تعالى يا ابو شعر عامل زي البنات، وبيبتدي يمسكه يهبده في الارض. وما بيعرفش شيمورا يعمل اي حاجه، وشيمورا ما بيعرفش ان مانج حاصل على فنون القتال في المصارعه الكوريه وهو عنده 17 سنه، ووصل كمان للقمه الرياضه. ومانج من يومه بيلاحق البنات، وفي مره كان بيعاكس بنت في الشارع وابتدت تستنجد بمجموعه من الرجاله، ومانج بيحط الموس في بقه وبيبتدي يطحنهم كلهم. واما كانكو ولينا لما بيشوفوا شيمورا بيتخضوا منه وبيقولوا له اللي حصل فيك ده يا شيمورا، كل ده من ضربه واحده تجيبك من راسك لرجلك، والناس كلها عارفه انه شغال بارت تايم، ده شغال في السوق بيشيل لحمه مش اي حد وخلاص يا شيمورا. وبيقولوا له يلا اخرج بقى من هنا، احنا عارفين ان هو وحش. وللاسف بيكون اتضرب قدام بومي مره تانية، وبيكون شيمورا مستخبي جوه الدولاب، وكانكو بيقول له احمد ربنا ان موانج كان هناك وانقذك. وشيمورا بيكون قاعد في الدولاب مش راضي يتحرك ولا راضي يطلع، وكانكو بيقول لشيمورا ما تلعبوا يا شيمورا يمكن تكسبوا، انت ياما كسبت ناس كتيره قوي اقوى منه. وكانكو بيقول له على فكره هو تساهل معاك اداك ضربه واحده بس لانك حد كويس يا شيمورا. وبيقول له بص يا صاحبي، تفتكر ان ممكن حد يلاعب خنزير؟ اكيد لا، انت لو لقيت حيوان بري ماشي في الشارع هتبلغ الشرطه مش هتهجم عليه يعني. والمشاهدين ما شافوش اللي حصل الحمد لله، فاحنا نعمل مواجهه مع مانج هوانج ده ونحاول نكسبه. ولينا بتقول لهم استنوا بس، ده موانج غفلنا ونزل فيديو ان ضرب شيمورا ووقعه في الارض، وامتى ده حصل وازاي صوروا. بيلاقوا تعليقات كتيره جدا ضدهم وما بيبقوش عارفين يعملوا ايه، وكل التعليقات بتقول ان شيمورا لازم يحارب الوحش ده. وشيمورا كأن الناس انفجرت في وشه وعايزه تحدي ما بينهم هما الاتنين، ان شيمورا يبتدي ينتقم لنفسه. ولينا بتقول له يا شيمورا المشاهدين عايزين كده ان انت تعمل مباراه انتقاميه ما بينكم انتوا الاتنين، وانا كده كده هشيل التعليقات السخيفه اللي ملهاش اي لازمه، ولكن انت فعلا مش عايز تقاتل متاكد؟ وبتساله يمكن 100 مره في نفس الوقت. وشيمورا قاعد ساكت، وكانكو بيرد عليها وبيقول لها المره دي لا، المره دي لا يا شيمورا انت كده هتموت. وبيقول انا مش هسمح لك يا شيمورا المره دي تقاتل، واحنا لازم نخرج من الموضوع ده زي الشعره من العجينه. وشيمورا بيشعر باحساس غريب، وكانكو بيطلع بس مباشر وبيقول للمشاهدين انا مصور شيمورا وبقول لكم دي حادثه كامله واحنا ما كناش مخططين ليها وما فيش اي قتال فعلي اصلا. وفعلا بقت كل الكومنتات تيجي لصالح شيمورا وفريقه، وبفضل كانكو تراجع شيمورا عن قتال مانج هوانج. ولكن شيمورا مش مرتاح وحاسس ان جواه احساس غريب، وبيقول انا مبسوط اني مش مضطر للقتال فعلا، وكل ده حاسه بسبب بومي، ولكن انا جوايا احساس غريب. وبومي بتبعت لشيمورا رساله وبتقول له ما تقاتلش عشان خاطري، انا مش عايزاك تتاذى او يموتك. وبيقول شيمورا جواه مانج ده لو ما حطينالوش حد هيقعد يتصدر لبومي في الرايحه والجايه وهنبقى كلنا خايفين منه. وبيقعد شيمورا يتفرج على فيديوهات لبنت بتقعد تاكل سبايسي، ولكن بيطلع له نوتيفيكيشن لمدربه بعنوان كيف تهزم مصارع كشخص عادي. ولما شيمورا بيفتح الفيديو بيلاقي ان مفيش طريقه اصلا وخصوصا للمبتدئين. والمدرب بيقول في كلامه طبعا هتقول انا ليه بعمل الفيديو ده، ممكن للمبتدئين عن طريق الغلط ضرب المهاجم بالاختناق لان المصارع هيركز على الضرب بس. وبيقعد شيمورا يدور على فيديوهات تانية وما بيلاقيش، وبيقول شيمورا انا كده كده ميت. وبيفتكر شيمورا احساسه بوقت الضرب والناس كلها بتتفرج عليه، وبيقول يا ترى ده كل ده بسبب بومي. وبيبص في موبايله وبيقول خلاص انا لقيت السبب، وبيرن على كانكو وكانكو بيكلمه وهو سايق بموتوسيكل في الشارع، وبيرد عليه بيقول له شفت انا عملت ايه يا صديقي، انا خليت الناس تقف جنبنا يا شيمورا وان انت مش هتقاتل مانج ده خالص. وشيمورا بيقول له لا انا هقاتل مانج هوانج بنفسي، انا رايح له في طريق اهو. وشيمورا كمان بيكون عامل احتياطاته وحاطط كاميرا في راسه عشان يصور المعركه بينهم، وبيكون طاير بالعجله بتاعته وباقصى سرعه. بيقول كل ده بسبب الادرينالين اللي جوايا اللي عمال يتفرز ويخلي الواحد جواه حماس وطاقه غريبه وتقل غير طبيعي. وبيقول شكل القتال ده بقى ادمان جوايا. وبيروح شيمورا لمانجي وبيقول له انا جاي هنا اقاتلك، وبيحاول يشتت تركيزه، ولكن مانجي بيقول هو ليه الكل عمال يعمل معايا نفس الحركه دي في جسمي. وكل التعليقات بتقول ان شيمورا ده غبي، وكانكو بيكون جنبه وبيحاول يصوره. اما شيمورا بيحاول يطبق كل الدروس على مانجي ولكن الموضوع مش نافع. وشيمورا بيقول انا معرفش الا اعمل حاجه واحده بس اتعلمتها من لعبه
التايكوندو اللي هي الضربة الخلفية، واكيد مش هتنفع مع واحد زي ده زي الخنزير. وحتى شمرة لما بيجي يجري بيجري لورا زي الدمية، ومانجي بيستغرب عليه وبيبتدي يمسكه يرفعه، ولكن شيمورا بيقول جواه هي دي نهايته. ويا ترى يا اصحابي هيحصل ايه في الحلقة اللي جاية؟ موانجا هيكسب شيمورا ولا شيمورا هيعمل اي وسيلة تخليه يكسب المعركة؟ وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة يا اصحابي، اشوفكم على خير في حلقة المرة اللي جاية.